بعد السلام والتحية، معاكم دعاء فتحي لفرش منزل الزوجية بلمسة عصرية. فيديو النهاردة من قلب المعركة في الشغل. زي ما انتم شايفين، عايزة اقول لكم اللي انتم شايفينه على السرير ده مجهود ساعات، بالفعل مجهود ساعات، لان اللهم بارك الله اكبر بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كلنا كده نصلي على النبي في قلوبنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي انتم شايفينه ده جهاز عروسة بنوتة وحيدة. ليه بقى امهات العرايس بيعملوا في نفسهم كده؟ هحكي لكم اصل الحوار من البداية. اغلب العرايس اللي بتكون بسم الله ما شاء الله جايبة جهاز كتير كده بتكون متجهزة من سن صغير. بمعنى مامة العروسة من بعد ما بيعملوا السبوع على طول ويفرقوه بتفكر هتجهزها ازاي. اول حاجة بتشوف يعني ام العروسة بتولدها من هنا، بتفكر تشوفها وهي عروسة من هنا. فبالتالي ينتج عنه ان كل لما بيعجبها حاجة بتشتريها، وبالذات في الحاجات النواعم زي طقم فوط زي طقم سرير. الحاجات دي وقتها بيكون سعرها الى حد ما في المتناول، وتخزينها هي بالنسبة لها مش حسابها عشان حاجة صغيرة، بس حاجة صغيرة فوق حاجة صغيرة فوق حاجة صغيرة بيعملوا حاجة كبيرة قوي. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم، هتقولوا لي طب ليه ما طلعتش منهم لعروسه محتاجه او كده؟ عايزه اقول لكم ان بسم الله ما شاء الله اللهم بارك مش لازم نقول ده، ان تقريبا العروسه مطلعه العرايس تستحق ومحتاجه قد فرشها. اما جم يفرزوا الحاجه ولما حسوا فعلا ان العدد كبير، بس برضو بسم الله ما شاء الله اكيد كل حاجه مامتها جايباها ونفسها تفرح بيها لبنوتتها، وكانت عاجباها في الوقت برضو اللي هي اشتريتها فيه. بس الحاجات المتكرره هي طلعتها، ومش لازم ان احنا نقول ده، لان افضل الصدقات المخفيه. ده بالنسبه لبند انتوا عارفه بتعلقوا وبتعقبوا عليه. اما بقى اللي بعد كده، احنا ازاي نحد من الموضوع ده؟ يا جماعه، نصيحه مني، اي واحده عندها بنوته نفسها تفرح بيها ومعاكي قرش، خايفه مع الزمن ما تقدريش ان انت تجيبي لها او الاسعار متغيره او كده، هاتي الحاجات اللي قيمتها فيها، زي الحاجات اللي ما بتتغيرش بتكون ثوابت، زي اطقم حلال نظيفه، تخزينها وركنتها ما بتبص، بل بالعكس بتكون حلوه واسعارها بتزيد. حاجه المطبخ رفيع كتير بس بلاش الرفيع بتاع الادراج. ايه الحاجات الاساسيه المقصود بيه؟ خايفه الموضات تتغير؟ هاتي لو معاكي تجيبي حتى سبيكه دهب، لو جرام واحد. دلوقتي في سبائك دهب ولو جرام واحد، والدهب بيحتفظ بقيمته فيه. ده انا بقوله لكم قسما بالله من قلب اختي ليكوا كنصيحه. عايزه اقول لكم فرش العروسه دي زي ما شفتوا على السرير، اللهم بارك، كنت حاطه ورا وقدام علشان دواليبها تاخد الحاجه. وعايزه اقول لكم ربنا يسعدها ويهنيها بكل حاجتها. نصيحه مني، كتر الاشياء في البيت بتسبب لا قدر الله طاقه سلبيه، لان بيبقى مفيش نفس، مفيش مجال للحركه والتهويه والكلام اللي زي كده، وتنظيفهم فيما بعد، وان هي تشيل وتحط كل ده بيكون صعب. وبل بالعكس ما بيبقاش فيه مكان حتى تحط فيه حاجة تانية او تعرف ترجعها تغير الرصة حتى، لان احنا بنرصها بطريقة ان احنا بنستغل كل سنتي وكل فتفوتة، عشان ام العروسة عايزة تفرح بكل حاجة بنتها وعايزة تحطها. عايزة اقول لكم ان كانت لسه فوق الدواليب وتحت السراير كمان بسم الله ما شاء الله. وتعليقكم في الفيديو ده ارجوكم بين قوسين كده، اي تعليق يكون على كلامي وعلى شغلي، مش على كمية حاجة العروسة ولا ذوقها ولا شكلها او كده. يا ريت ان احنا نحترم بعض في الحاجات اللي زي كده. كل عروسة جايبة حاجتها ونفسها تفرح بيها وبتفرح، ولما حد بيقول لها عليها كومنت جميل او دعوة حلوة فلنقل خيرا او لنصمت. تعليقكم يكون على رأيي واللي بتكلم فيه الموضوع نفسه. انا حبيت من خلال الفيديو ان انا اقول لكم ده، لان مش عايزه ان احنا نقلد تقليد اعمى وخلاص. مش كل ام عروسه عايزه تعلي على غيرها. بنت فلان جابت الكم الفلاني، انا اجيب لبنتي اكتر، بنتي اغلى وبنتي احسن. بلاش ان احنا نقيس بالمنظور ده. وعايزه اقول لكم ان بالعكس العروسه بيبقى نفسها تجيب حاجات كتير جديده ونفسها تجدد ونفسها تجيب مع الموضه وتغييرها، ما بتعرفش علشان ما فيش عندها مكان اولا، ثانيا ملهاش حجه ان هي محتاجه. اتمنى يكون الفيديو فاتكم. متنسوش اللايك والشير. مع السلامه.